يسعد أوقاتكم إخواتي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ معاكم بحر بدور. شباب، موضوعنا اليوم عن تمارين الأصابع. تمام. تمارين الأصابع اللي هي الأهم شيء بالأورك. يعني بدون تمارين، إذا هذه التمارين كل يوم ما عملتها ما راح تستفاد شيء، يعني مثل كأنه معلم عم تعزف في إصبع واحدة. هلا في 3 تمارين راح أعملها قدامكم شباب، انتو كل يوم تدربوا عليها منيح. تمام، راح أوضح لكم كيف. أخواتي، أهم شي العزف يكون نفس المستوى ونفس السرعة، نفس السرعة ونفس المستوى. حتى لو خربطت ارجع كمل، حتى لو خربطت ارجع كمل. أخواتي، حتى لو خربطوا بدكم تضلوا تعملوا، بدكم تضلوا تعملوا نفس التمرين. هذا التمرين اللي بيقوي الأصابع، هذا هو اللي بيقوي الأصابع. شباب، مثل ما قلت لكم أهم شي نفس المستوى ونفس السرعة. شباب، الدرس الثالث بدنا ناخذ البعد بين الأصابع، عرفت كيف؟ ري ري ري. تمام. دو عالدو، السي عالسي. نرجع بنعيد. التمارين هدول يا شباب صعبة، عرفت كيف؟ لا تفكرها سهلة، رح تخربط فيها كتير. وقت اللي تخربط ارجع عيد، ارجع عيد. يعني ليك خليك عم تشتغل لحتى تعضل ايدك. يعني ليك انا شرش ايدي عن جد عضل ومسكت ايدي على قد ما تمرنت. يعني لا تفكر الموضوع سهل يا شباب، لا تفكروا الموضوع سهل. بس التمارين بس شوي صعبة، مثل كانوا انت عم تقرأ بكتاب، ضليت عم تقرا، بعدين وصلت لمرحلة ما عاد فهمت شيء، انه لازم انت تريح حالك. فبس عضلت ايدك ريح حالك. تمام. بس خفيت رجع كمل تمارين. بس كملت تمارين واخدت ايدك بقى، هون بتصير انت بتعزف شعبي معلم، مثل انت مغمض عيونك. وانت مغمض عيونك بصير تعزف، بصير اصابعك لحالهم يلعبوا. اخواتي، وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. مثل ما قلت لكم، تمرنوا على هاي التمارين اللي اعطيتكم اياها. هذول التمارين طبعا اكيد ماني جايبها من عندي، هي كل عازفين الاورك تمرنوا عليها من قبل. اخواتي، والفيديو التاني رح نحكي عن المقامات الكاملة، العجم والسيكا، وكتير انواع السمح حكينا عنها. تمام. وهدول اعدادات مثل ما شايفين بالشاشة، اللي ما بيعرف عنها كمان رح نحكي عليها بالفيديو الجاي إن شاء الله. وهي التمارين لا تنسوها، خليكم تعملوها يوميا يوميا، اشتغل عليها. وأي استفسار لكن هاي الروابط قنواتي موجودة على الشاشة. السلام عليكم.